أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نعود من جديد إلى ضيفي في هذه الحلقة لهذه الليلة الشيخ كركار زعيم جماعة أنصار الإسلام سابقا. أعود إليك من جديد. أهلا ومرحبا بك، حياك الله من جديد. نتحدث عن صراع بين نوسع دائرة الحديث لو سمحت شيخ العزيز. نتحدث عن صراع اليوم إقليمي بين جماعات أيضا جهادية، بين جماعات مسلحة هي كانت متواجدة ومسيطرة على بعض الأراضي، لكن اليوم هي في حالة اقتتال. على سبيل المثال بين فتح الشام النصرة سابقا وبين تنظيم القاعدة وداعش. اليوم يسأل البعض إذا كانت هذه الجماعات هي تقتتل فيما بينها، طيب كيف بها أن تستلم دولة وحكم لمساحة أرض أو للشرق الأوسط كما هي تحاول أن ترى في مخططاتها وفي فكرها وفيما تروجه أن تعيش حالها مع حال باقي الجماعات الأخرى؟ كيف بها أن تتقبل باقي الجماعات إذا هي في حالة اقتتال دائم؟ هذه ليست سمة خاصة بالإسلاميين وبالجهاديين، هذه سمة بين البشر. إذا كان ابني آدم اقتتلا أو قتل أحدهما الآخر وهما اثنان والأرض لم تخطط والثروات لم توزع والأفكار لم تختلف، فبالنسبة لبني البشر هي كلهم هكذا. وهل بنت أمريكا بنيانها إلا على جماجم الآخرين؟ 13 مليون إنسان قتلوا في الحرب الأهلية. وهل لينين حكمت بالسلم؟ 22 مليون فقط من المسلمين أبيدوا. وماو تسي تونغ هل حكم بالسلم وأتى بالأزهار للناس؟ ولا 17 مليون قتلوا فقط من المسلمين؟ لكن شيخ، عذرا على المقاطعة، أنت قبل قليل ذكرت بأنهم هم من نفس المدرسة، من نفس أيضا الأفكار، من نفس التوجهات، من نفس العقيدة، من نفس يستندون على نفس الأحاديث، على نفس الآيات، واليوم هم في حالة اقتتال. لا بأس. البعثيون أيضا مع القوميين كانوا في نفس الخندق، نفس المدرسة. اليساريين في غواتيمالا، الشيوعيون في فيتنام، اليساريين في كل المناطق العربية. والذين اقتتلوا في الصفوف الفلسطينية بين الصفوف الفلسطينيين من الجماعات المختلفة، والذين اقتتلوا في لبنان، والذين اقتتلوا من النصارى بعضهم مع بعض وحرقوا كنائس بعضهم مع بعض. هي من طبائع البشر. الشيعي قتل الشيعي. والله أنا دخلت لبنان، كنت ضيفا على محمد حسين فضل الله، ذهبت إلى لبنان وتحدثوا معي حول كيفية القتال بين، لم يكن يومها حزب الله، بين جماعة لنقل حزب الله وبين الأمل. والذي كنت ضيفا عليه كان من حزب الدعوة العراقي. قال أنا ذهبت بينهما فرفعوني ووضعوني على فوهة الدبابة، قالوا ترجع ولا نقتلك ونرسلك إلى الطرف الآخر. هذا أيضا جماعات شيعية، وكانت إيران حاضرة في الموقف، ومع ذلك اقتتلوا. الاقتتال يكون ليس هو بالتأكيد ليس طبيعيا، لكن الاقتتال أصبح طبيعيا في الجماعات المسلحة في منطقة واحدة. والأكراد الذين تقاتلوا فيما بينهم، حزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة البارزاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة الطالباني، قتل بينهما 36 ألف قتيل من المقاتلين من البيشمركة بين الطرفين. مدرسة واحدة هي قومية، وعلى أساس يريدون الحقوق الكردية، والشيعة تقاتلت فيما بينها. لكن شيخ مدى تجربة المدارس الدينية تختلف عن العلمانية على سبيل المثال. اليوم لا فرق. كيف بها كسب ود وثقة الشارع على سبيل المثال إذا كانت هي في حالة صراع دائم مع الخصم الآخر الذي يتبنى بنفس الفكر ونفس المدرسة الدينية؟ نعم، هذا ممكن أن يصل فيه إلى نقطة إيجابية. ممكن أن تتدخل أطراف توحد جهودهم، مثل ما تدخل ملك فهد بين الجماعات الجهادية في أفغانستان وجمعهم في الكعبة وتحالفوا فيما بينهم، شكلوا اتحاد إسلامي بينهم. وكما تدخل أنور إبراهيم في ماليزيا بين الجماعات الجهادية في الفلبين، نور مسواري وسلامات هاشم رحمه الله وغيرهم. فبالنسبة للجماعات هذه أيضا ممكن دولة، ممكن جماعة معينة، ممكن العلماء يتدخلوا، لكن هذا أمر ليس بالأمر الكبير. هذا لا يعطي خسارة الشعبية بالنسبة للقوى الجهادية. ففي أبين الآن الجماعات الجهادية هناك القاعدة تحكم المنطقة والناس راضين عنهم، وفي إدلب يحكمونهم الناس راضون عنهم. طيب.